السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم. النهارده بقى صحينا من النوم على خبر منتشر بغباء على الميديا كلها، وهو انتشار لصور لمفاعل نووي جنب مفاعل ديمون. وهنا بقى انت قدام سؤال مهم جدا، ايه اللي بتخفيه او ايه اللي بيحصل في الاماكن دي او المواقع دي؟ بعض الخبراء في تحليلاتهم قالوا ان المكان ده او المفاعل ده هو مفاعل للماء الثقيل الخاص بالبلاتينيوم، وبعض الخبراء التانيين قالوا ان هو قد يكون موقع لتجميع الرؤوس النووية، لكن مفيش كلام واضح من الخبراء ايه اللي بيحصل في الاماكن دي والمواقع دي، لان اسرائيل انتوا عارفين ان هي بتتبع الغموض النووي. هو ممكن في حالات نادرة يطلع لك صورة لكن ما يقولكش التفاصيل الكاملة حول الأماكن دي. بالبلدي كده ماشيين باستراتيجية شوق ولا تدوق. بس هنا في حاجة لازم كلنا ناخد بالنا منها، وده تحليل الشخص. إسرائيل في العموم بتمنع أي صور للمفاعلات النووية بتاعتها أو أي صور أو أي تفاصيل تخص المفاعلات النووية بتاعتها، لا، وبتعاقب أي جريدة داخلية في إسرائيل إن هي تنشر معلومات حول الموضوع ده. ليه بقى في الوقت ده بالتحديد إسرائيل مبسوطة جدا وفرحان من ان الصور دي منتشرة في كل مكان على الانترنت؟ وليه بنشوف الكلام ده في الوقت ده بالتحديد؟ لا، وكمان في صحف كبيرة زي يدعوت احرنوت، تقريبا كل الصحف اللي في اسرائيل. يلا ما هيبقى فرح العمدة. بس خليني اقول لك بقى ان الغرض من الرسالة دي بالتحديد هو مصر، رسالة تخويف وترهيب للجيش المصري او للمصريين بشكل عام، لان زي ما احنا كلنا عارفين ان مصر ربنا يحفظها عندها جيش قوي جدا 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 في المنطقة، ويقدر يفرض السلام تحت اي ظروف ايا كانت الظروف دي ايه. وطبعا كلنا شفنا القوة اللي بيتمتع بها الجيش المصري على كافة المجالات وكافة الاسلحة. ايه الكلام ده بقى مش عاجب اسرائيل، علشان كده بيستعرضوا بشوية الصور اللي انت شايفها على الانترنت دي. بس خليني اقول لك يا حبيب قلبي، الجيش المصري عملها مرة، وانا كنت جندي من جنود الجيش المصري وعارف العقيدة كويس جدا جدا بتاعة الجند المصري، واللي عمرها مرة هيعملها 1000 مرة. ده غير طبعا الوعد الإلهي. خلينا أقول لك إن مهما يعملوا هتفضل مصر مجبرة ليهم ولأي حد عايز يعتدى على أرض مصر. ولو بس فكروا في إن هم يخشوا مع مصر في أي مناوشات أو أي صدام، فده بيكون بمثابة انتحار. ولو في أي حد متخيل إن النووي ده ممكن يكون ورقة ضغط على مصر، خليني اقول لك ولا اي حاجة، ولا يقدروا يعملوا بيه اي حاجة. رغم ان اسرائيل معاها سلاح نووي، لكن مصر معاها خبرات عسكرية اكبر، جيش نظامي جرار، مواقع استراتيجية خطيرة زي قناة السويس وسيناء والبحر الاحمر، وكل دي كروت ضغط كبيرة مش على اسرائيل بس، ده على العالم كله، وخاصة قناة السويس. وعشان كده اسرائيل لا تستطيع فرض اي ارادة على مصر، ولا بالنووي ولا غير النووي، زي ما قلت لك، الا في حالة واحدة بس، لو كانت عايزة تنتحر. طيب سامع واحد بيقول يا عم خليها هي عايزة تنتحر وفعلا هتضرب مصر بالنووي، ايه رد فعل مصر؟ خليني اقول لك ان الرد هيكون صاحب جدا، قوة بشرية ضخمة، صواريخ مرعبة، قوة بحرية، تحالفات اقليمية، وكل ده هيكون ضد اسرائيل او تل ابيب اللي هي مساحتها لا تتعدى حاجة من مساحة اراضي مصر. ده غير ان العالم كله هيتشل وهيبقى كده بسبب غلق قناة السويس. عشان كده تاني مرة بقولك، لا تستطيع اسرائيل فرض اي ارادة على مصر او على جيش مصر. يعني ما شاء الله عندنا جيش قوي، وهو الجيش الاقوى في المنطقة، وان شاء الله ربنا يحفظ مصر دائما وابدا، ويفضل الجيش المصري رافع راية مصر دايما. المشاهد اللي انت شايفها قدامك دي مشاهد تقريبا بقت تتكرر يوميا مع اهل الضفة الغربية، وهي عبارة عن مستوطنين من اسرائيل بيتطاولوا دايما على اهل الضفة الغربية، لدرجة ان هم عايزين يخرجوهم من الاراضي بتاعتهم. In every time we have some incident with the Jewish terrorist, he will come first. Tell me good morning. I don't touch dirty hands with blood and whatever. يا ريت الامر كمان وصل لحد كده وبس، لا، وصل الى ان هم يضربوهم بالرصاص زي ما انت شايف في اللقطه اللي قدامك دي. والغريب في الموضوع ان الراجل ده لما جم يحاكموه قدام المحكمه اخد براءه بحجه ان هو بيدافع عن نفسه، وخلي بالك مش قدام اي محكمه، قدام المحكمه الدوليه. الغريب هنا والسؤال اللي كلنا تقريبا بنساله لنفسنا، هي الناس دي جابت الجراءه دي كلها منين؟ عمرنا مثلا ما كنا بنشوف واحد من المستوطنين الاسرائيليين بيضرب واحد من اهل الضفه
الضفة الغربية بالرصاص. فازاي جابوا الجراءة دي كلها مرة واحدة؟ وخلي بالك من قسوة المشاهد اللي احنا بنشوفها في الضفة الغربية من اعتداء الإسرائيليين دول أو المدنيين دول على أهل الضفة الغربية، خلى المسؤولين حول العالم يستفزوا منهم مسؤول إماراتي رفيع المستوى بيحذر إسرائيل وبيقول لها الاستيطان في الضفة الغربية خط أحمر وضم أراضي جديدة في الضفة الغربية خط أحمر. مش بس كده، ده كمان بيهدد باتفاقيات التطبيع بين الإمارات وبين إسرائيل، وبيقول إن هي في خطر بسبب كل الانتهاكات دي لأهل الضفة الغربية. وكأن الإمارات فجأة كده قررت تخرج عن الصمت اللي هي فيه وتقول لإسرائيل الضفة الغربية خط أحمر وقف عندك بقى شوية. وده نادرا لما يحصل من الإمارات بإنها تهدد إسرائيل باتفاقيات التطبيع اللي بينهم. بس خليني أقول لك دلوقتي إحنا أمام سؤالين. ليه موضوع الضم ده بتاع أراضي الضفة الغربية فتح دلوقتي حالا وخصوصا من الإمارات؟ وإيه حكاية الخرائط اللي بيتكلم عنها دايما الوزير الإسرائيلي اللي هو اسمه سموتريتش، ودايما بيقول في كل الخطابات بتاعته إننا محضرين خرائط جديدة بضم أراضي جديدة في الضفة الغربية؟ هقول لك إن موضوع الخرائط ده هو صلب الموضوع، وهو ده اللي مقوي أصلا الإسرائيليين المدنيين في إن هم دايما يحاولوا يستفزوا أهل الضفة الغربية أو إن هم حتى يتطاولوا عليهم بالضرب بالرصاص. بص يا سيدي، وزير المالية اللي هو سموتريتش ده معاه خرائط بضم حوالي 80% من أراضي الضفة الغربية، مستبعدين منهم 6 مدن زي ما أنت شايف قدامك كده. دي المدن اللي هم مش عايزين يضموها اللي في الخريطة اللي على اليمين، أما الخريطة اللي على الشمال دي كل المدن اللي هم عايزين يضموها في الخطة بتاعتهم الجديدة. وطبعا واحد زي الوزير ده لما يطلع في كل الخطابات بتاعته ويكرر الكلام ده، فأكيد ده هيشجع المدنيين الإسرائيليين على فعل الافعال اللي انت شايفها دي. اما عن الامارات فكلنا عارفين ان الامارات عامله اتفاقيه تطبيع مع اسرائيل اسمها ابراهام بدعم من ترامب نفسه. فهنا اي ضم لاراضي الضفه الغربيه بمثابه جعل الامارات كانها شاهد زور على تغيير ديموغرافي جديد في اراضي الضفه الغربيه، وده بقى اللي مش عايزاه الامارات عشان شكلها قدام العرب. وهنا برضو هنقول للامارات الله ينور انها اتكلمت في نقطه زي دي. معلش كل واحد ياخد حقه ونقول اللي ليه واللي عليه، لان اسرائيل طبعا هتجيب ورا من فكره التهديد بالتطبيع والاتفاقيات اللي بينهم، وبالتالي ده هيمنع فكرة الاستيطان الكامل لأراضي الضفة الغربية. خلينا بقى نروح للقطة أنا من وجهة نظري شايفها لقطة الموسم، يعني لقطة ليها تأثير كبير جدا، وتقريبا كده لقطة موتت ترامب. الصورة دي للرئيس الهندي اللي هو مودي، والرئيس الصيني اللي هو شي، والرئيس بوتين اللي هو رئيس روسيا. خلي بالك هنا روسيا والصين اكبر والد اعداء لامريكا عشان تكون فاهم. بياخدوا مين بقى بالحضن؟ بياخدوا مودي اللي هو من حلفاء امريكا قلبا وقالبا، الرئيس الهندي. والصورة دي فيها رسائل بالجملة لامريكا، ومن اهمها رسالة الهند نفسها لامريكا، عايزة تقول لامريكا لا احنا نقدر بقى ايه نختار الحلفاء بتاعتنا من تاني ونرتب امورنا، وان احنا عندنا استقلالية دايما، وان احنا مش تحت طوعك يا امريكا. يعني خليني اقول لك بالبلدي كده ان الرئيس الهند عايز يقول لامريكا بعد ما فرضت الضرائب او التعريفات الجمركية بنسبة 50% على الهند، في حليفين تانيين معايا حتى لو العلاقة بتاعتنا مش قوية فعادي ممكن نخش بقى في علاقات من جديد ونرتب الامور تاني. وده هيخلي امريكا تفكر مليون مرة قبل ما تخسر الهند، وده اكبر دافع لمودي في الصورة دي اللي هو الرئيس الهندي. ده غير دوافع الهند اللي بالجملة على الانضمام لحليفين قويين زي دول، واهمها الدوافع الاقتصادية، لان طبعا الهند لما تعمل علاقة كويسة مع روسيا والصين ده معناه انها تستورد النفط من روسيا باقل الاسعار. ده غير كمان الاسلحة اللي ممكن تستوردها من روسيا او الصين برضو باقل الاسعار. ده غير ان التعاون مع الصين وروسيا هيفتح للهند طريق كبير جدا للتجارة والاستثمار. فالهند هنا كسبانة كسبانة. عشان كده بقول لك الصورة دي موتت ترامب، ومن المتوقع ان الايام اللي جاية تشوف امريكا بتجيب لورا قدام الهند عشان ترجع العلاقات زي الاول وزيادة. ونروح بقى لارض غزة، ارض العز. تاب القسام اللي هي الذراع العسكري لحماس ما شاء الله عليها، يعني بتقاتل في ارض المعركة قتال رهيب، واعلنت عن عملية اسمها عصا موسى، ودي رد على عمليات عربات جدعون، واللي بمقتضى الاسم ده يعني ان اسرائيل هتخش تحتل غزة بالكامل. عشان كده القسام اطلقوا عمليات عصا موسى، وما شاء الله المقاومة بتقاتل. يعني اول مرة اشوف المقاومة بتعمل كده بصراحة. المقاومة بتأثر جنود وبتضرب في دبابات وعربيات مركبة، وبيخش جوه العربيات نفسها بتاعت الجنود الاسرائيليين، لدرجة ان هم اجبروا الاسرائيليين على تفعيل بروتوكول اللي هو انا لو اتأثر جند من عندي، جند اسرائيلي،
حتى لو هو لسه حي فانا هضربه زي ما يحصل يكون. حتى لو الجندي بتاعي حي فمش مشكلة، المهم ان انت ما تروحش اسير في ايد المقاومة. فانا هضربك واضرب المقاومة. وخليني اقول لك ان عمليات عصا موسى او الفترة الاخيرة في قتال المقاومة مع الاسرائيليين، المقاومة عارفة خط سير الجنود الاسرائيليين وعارفة هم واقفين فين واماكن تمركزهم، وبيطلعوا عليهم يجيبوا منهم ويختفوا. اصل هي مش بالبساطة دي، يعني انت جاي تحتل غزة بالكامل ومش عايز يكون لينا رد فعل. فالله ينور على المقاومة، وان شاء الله ربنا يثبتكم، وان شاء الله النصر لغزة. وبس يا سيدي، ده كان فيديو النهاردة. لو أول مرة تتفرج علينا إن شاء الله تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس على الكل دعما منك لينا، وإن شاء الله عشان يجيلك في المستقبل كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بنعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.